الفرق بين المؤشرين EGX 30 و EGX 33؟ المؤشر 30 بيضم 30 شركة، أما المؤشر 33 بيضم 33 شركة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ المؤشر 30 ما بيهتمش بالشركات الموجودة فيه سواء إذا كانت بتمشي مع الشريعة ولا لا، عكس المؤشر 33 لازم تكون الشركات الموجودة فيه بتمشي مع الشريعة، وأي شركة تخالف ده بتطلع بره المؤشر. المؤشر 30 عنده سيولة جامدة، أما المؤشر 33 رغم إنه أكبر من المؤشر 30 في عدد الشركات إلا إن سيولته مش قوية قوي زي المؤشر 30، وده بسبب إنه بيمنع من التنويع في قطاعات أو صناعات معينة لعدم شرعيتها. إلا إن النقطة دي بتقف على أسلوب تطور الشركات الموجودة في المؤشرين، يعني من حيث بيع المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها والأرباح اللي بتحققها في السنة. ولازم تحط في بالك القوائم المالية للشركة لأنها بتقيس قوة الشركة ونظام إدارتها، وده بيظهر وقت الأزمات الاقتصادية الصعبة أو في وقت المنافسة بين الشركات، إذا كانت الإدارة كويسة ولا ضعيفة، وإذا كانت الشركة ناوية تتطور وتعرف العالم بالمنتج بتاعها والخدمة اللي بتقدمها، ولا مجرد شركة عادية بتقدم الخدمة المطلوبة منها وخلاص وبتشتغل في النطاق المحلي وبس. الملخص إنك تختار المؤشر المناسب ده بيعتمد على أهدافك وأسلوبك أنت في الاستثمار، سواء كنت بتركز على الربح بس أو بتهتم كمان بالتوافق مع الشريعة. لو عندك أي أسئلة اكتبها في الكومنتات.